ازاي تكسب من النت بطريقة سهلة خالص؟ اول حاجة انك تاكل. باذنجان، فلفل. البطيخة دي فيها ايه؟ فيل. اه محشي وبطيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. امم هنحط الكوبايه دي هنا، لغو لغو. ندوق بقى المحشي كده بقى معاكم ونشوفوا طعمه ايه. وانا اللي عايزه مخلل يا وحدي. الفراخ دي كانت ريحتها قلبة الدنيا النهارده. عسل. يا بايي يا باي. يا بايي. ايه يا باي دي اللي هتقوليه؟ يا ست خليكي في المحشي اللي بالبطيخ وكملي. يا سلام بقى وانتوا حاطين خالص قلب البطيخايه، حاجه كده جميله، حاجه طعمه. الله. عارفين يا اولاد؟ يا ترى اكتبوا لي هي مين؟ سبحان الله، هما الاتنين يجمعوا بين القبول وخفة الدم. يا بايي. ايوه طبعا. يعني الفيديو بتاعهم ده هيذكرني بقول الشاعر: نفسي كل اللي يسمعني انا نفسي في كل اللي سمعني يحس بقلبي اللي وجعني. الله. يا سلام على الأمثلة الجميلة. بعد ما اتفرج عليهم على الفيديوهات بتاعتهم بقول من أعماق قلبي يا بايي. المهم طبعا يا جماعة، بما انك انت هتفشل في الأكل وما عندكش خفة الدم بتاعتهم، عارفين يا اولاد؟ فسيبك من الأكل وادخل بقى على التمثيل. ازاي المشهد اللي هجيبه لكم دلوقتي ما خدش جايزة الأوسكار أحسن ممثل وممثلة؟ وليد انت عاوز ايه؟ أيوة ده سؤال مهم جدا. وليد انت عاوز ايه؟ ايه يا وليد؟ عايز ايه يا وليد؟ يا وليد كل ما افتح التيك توك الاقيك في وشي يا وليد. ده انت ناقص تطلع لي من الحنفيه. كملوا. انا عايز اسمع. تسمع ايه يا وليد؟ ها؟ تسمع ايه يا جليل الحياه؟ تسمع ايه؟ يا راجل، يعني انت كل مره عايزني اديك كلمتين في جنابك عشان تسكت؟ طب سمعيه. انا عايز اسمع. تسمع ايه يا وليد؟ ها؟ تسمع ايه؟ قولي لي بحبك. لا، ليه؟ قولها لي انت الاول، عاوز اسمعها منك. قولي انت الاول. لا بقى، واحد منكم يقولها للتاني ويخلص عشان انا مش فاضي وورايا فيديوهات كتير. انا الا همشي، بطل تبصلي كده. ماشي؟ حاضر. عشرت حضنك دافئ. نعم انا بحبك. ايه ده يا جماعه؟ انا عرفت ليه الاستاذ وليد ما عايز يقول لي احبك من الاول، عشان ما تفاجئوش بالضحكه الرومانسيه دي. صراحه انتوا كمان لما اشغل فيديوهاتكم بقول من اعماق قلبي يا بايي. وطبعا بما انكم فشلتوا في التمثيل، فانا من رايي انكم تتقدموا على النت نصايح زوجيه زي كده. اتجوزتي وسددتي وربنا كرمك وبقى عندك ذكرك. عايزه ايه تاني من الحياه؟ ليه كل يوم تنكدي على الراجل؟ اكسكيوز مي، فهميني، مش قادره افهم حقيقي. ليه كل استنى لحظه بعد اذنكم يا جماعه. عوضين، هي متاكد ان الانسه الرقيقه هتقدم نصايح زوجيه؟ يعني انت ما غلطتش في الفيديو ولا حاجه؟ ماشي، انا اسف على المقاطعه دي. كمل يا انسه. ليه كل يوم انت اتغيرت؟ لا ما بقتش بتحبني. انت ما بتخرجنيش ليه يا اختي؟ ما انت كنتش قاعده مرزوعه في بيت اهلك شبه الصباره، الكل كان بيخاف يقرب منك لا يشوك. في ايه؟ احمدي ربنا على النعمه اللي في ايدك. روشي يوم اصفر يوم اخضر يوم احمر، اعملي له كده شويه حركات، تلاقيه معدي في الصاله زنوقين. ازنقيه؟ تلاقيه معدي في الصاله زنوقين. ايه ازنقيه دي لا مؤاخذه يعني؟ لا غلط كده. ايه يا انسه في ايه؟ في ايه؟ لا انت اللي فيه ايه. بلاش ازنقيه، غيريها خليها حاجه تاني. بوسي. ايه ده؟ يعني يا تزنقيه يا تبوسيه. ارحم الراجل شويه. حرشي بيه. لا وبعدين بقى، انت مصره ان كل نصائحك يكون فيها قله حياه؟ كملي. انا عايز اقول لك قبل ما تكملي ان اهم حاجه الاهتمام. اللي جوه يتبسطوا ولا الاهتمام يا اختي اهم حاجه الاهتمام. طبعا يا جماعه. ودلوقتي يا جماعه يعني قبل ما يجيكم ضغط ولا سكر ولا اي حاجه، يعني بعد الشر عليكم، هنجيب لكم نكته كده ترفه عليكم الفقرات الفجريه اللي جيبها عوضين. هات لنا عوضين نكته كده ترفه على الناس. غزالة بيجري وراها أسد، فهي تجري وهو يجري وراها، فتعبت فوقفت كده، فقالت له انت ايه؟ انت يا خير ما بتزهقش؟ كل حياتك اكل، مفيش اختفاء ولا ايه؟ حتى النكته عوضين جيبها قليله حياه. لا بصوا بقى، احنا هنجيب لكم واحده عايزه منكم طلب، فاسمعوا الطلب ده واللي يقدر يلبي هذا الطلب ما يتاخرش عنها عشان هي قاعده على نار ومحتاره. هاي يا جماعة، عايزة حد يعمل لي مساج في شعري. في شعرك؟
يعني اقول لك ايه، بس هي كلمه واحده. يا بيي. لا لا لا، على فكره عوضين، انا مش قصدي الكلمه دي، انا قصدي كلمه تاني قليله حياه، انت عارفها، يلا هاتها. يا محنك. ايوه كده يا عوضين، ظبط معايا يا عوضين. حطوا اللايك يا جماعه، ولو انت قاعد معايا لحد دلوقتي ولسه ما جالكش شلل، هتلاقي القناه التانيه في التعليق المثبت، اشترك فيها وهتلاقي محتوى مختلف، لسه معانا فقرات هنكملها دلوقتي. دلوقتي يا جماعه واحده معاها سؤال وحيرانه، فاللي عنده اجابه ارجوكم يجاوب. بس حبيت اطلع اسألكم، ايه اكتر حاجات الولاد بيحبوها في البنات؟ الاجابه طيبه قلبهم. استنى. ايه عوضين السؤال ده؟ لا هات لنا فقره غير دي خالص. ودلوقتي يا جماعه عوضين مصر على فيديو يجيبه وسط الحلقه، يعني مع انه قلت له ما تجيبوش، واحده كل اللي يشوفها يستغرب. معرفش ليه كله بيستغرب لما يعرف ان انا سني اقل من 19 سنة. بتستغربوا ليه؟ انتوا لو بتبصوا من نظره زي نظرتي انا مش هتستغربوا خالص. بصوا، هتبصوا كده. معرفش ليه كله بيستغرب لما يعرف ان انا سني اقل من 19 سنة. انا واحد من الناس مش مستغرب خالص. ودلوقتي يا جماعه مع فقره حظك اليوم بين الاستاذه عايده والاستاذ ابراهيم. في حد بيقولك يا شيخة مريم ما ردتش عليا ليه حضرتك؟ انا مخطوبة وعايزة اعرف خطيبي بيحبني ولا لأ وبيخوني ولا لأ. انا اسمي عايدة وهو اسمه ابراهيم. اول حاجه معلش يا عايده، والله العظيم كميه الرسائل رهيبه جدا، والله انا مش ملاحقه عليها. معلش يا استاذه عايده، والله الطلبات كتيره جوه على الشيخه مريم يعني، فخدي دورك لو سمحتي. كملي يا شيخه مريم كملي. فانا دلوقتي هجاوبك، معلش يا حبيبتي اعذريني يعني. فانا دلوقتي هنقول عايده وابراهيم. لو ابراهيم بيحب عايده اللي عليها القصد والنيه تعالي هنا، ما بيحبهاش تعالي هنا. معلش يا عايده، نص ونص. نص نص يا مريم. يلا حظك يعني جه كده هو. بس على فكره نسينا تقولي لها، هو بيخونها ولا مش بيخونها؟ لو بيخونها. طيب لو ابراهيم بيخونها تعالي هنا، ما بيخونهاش تعالي هنا. ايه ده الجله وجعت خالص. معلش انا اسفه يا عايده. لا يا شيخه مريم، انا عندي اعتراض، هو مش بيخونها، كون ان الجله وجعت يبقى هو متجوز عليها اصلا. ابراهيم بيخونها. ايوه يا جماعه صح كده هو. بس يا جماعه انا عايز اقول لكم على حاجه انتم مش واخدين بالكم منها خالص. عايز اقول لكم ان سبب الخلافات الزوجيه مش الجله وابراهيم ومش ابراهيم، لا، سبب الخلافات الزوجيه هتعرفوها دلوقتي على طول. اي راجل وست عايشين في بيت وبيتخانقوا وخلافات زوجيه عاليه جدا، 100% الحوض بتاع غسيل الاطباق لازق جنب البوتاجاز. احنا كده خلصنا كل الفقرات، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. ما تنسوش تحطوا اللايك وتكتبوا كومنت، ده بيرفع الفيديو. التعليق المثبت هتلاقي قناتي التانية لو انت موجود على اليوتيوب. لو انت شفت الفيديو على الفيس برضو خش على اليوتيوب اجباري برضو علشان تشوف المحتوى التاني اللي احنا بنقدمه. ما تنسوش يا جماعه اللايك والكومنت بيرفع الفيديو. لو اول مره تشوف تشترك في القناه وفعل الجرس. وكنتم مع مستر سيد.